أهلا وسهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة على قناتنا. اليوم لدينا موضوع ساخن يشغل محبي كرة القدم في كل مكان. إنها الكرة الذهبية لهذا العام. هل استحقها رودريغي بالفعل؟ وماذا عن فينيسيوس جونيور؟ وكيف كانت ردود الأفعال في ريال مدريد؟ خلونا نغوص معا في التفاصيل ونتعرف على كل شيء حدث خلف الكواليس. لنبدأ بالتفاصيل الأكثر إثارة. نحن هنا نتحدث عن جائزة تعتبر تاج المجد لكل لاعب. الفوز بالكرة الذهبية لا يأتي صدفة، فهو إنجاز يتوج جهود موسم كامل، بل مسيرة كاملة. والجميع تقريبا كان يعتقد أن نجم ريال مدريد المتألق فينيسيوس جونيور هو الأحق بالجائزة بعد أدائه المبهر وقيادته لفريقه في مباريات كبرى وبأداء بطولي، وخاصة ثلاثية في مرمى بورسيا دورتموند التي خلقت عودة مذهلة للفريق. المشجعون كانوا متحمسين، بل أن ريال مدريد أعد وفدا ضخما من أكثر من 50 شخصا للسفر إلى باريس للاحتفال بتتويج فينيسيوس. ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان. في اللحظات الأخيرة تصل الأخبار الصادمة إلى مدريد. تخيلوا أن ريال مدريد كان على وشك السفر وحقائبهم جاهزة والمشجعون منتظرون بفارغ الصبر، ثم تردهم معلومة مفاجئة من جهة موثوقة. نعم، الجائزة ليست لفينيسيوس، الجائزة ستكون لرودري. لحظة صمت وذهول وأسئلة كثيرة ومشاعر مختلطة بين الغضب وخيبات الأمل. قرار سريع اتخذه ريال مدريد بإلغاء الرحلة كنوع من الاحتجاج على هذا الاختيار. وهنا نتساءل، هل كان فينيسيوس حقا يستحقها؟ تعالوا نرجع لأداء فينيسيوس خلال الموسم الماضي. الأرقام والأهداف واللحظات الحاسمة، لا سيما تألقه في المباريات الكبيرة التي لطالما صنع الفارق. بالنسبة للكثيرين فينيسيوس لم يكن مجرد لاعب، بل كان القلب النابض لريال مدريد، وهذا ما جعل جماهير النادي تشعر بأن فوزه كان مستحقا ولا مجرد تكهنات. ولكن المفاجأة الكبرى جاءت من مجلة فرانس فوتبول التي منحت الجائزة لرودري. بالطبع لا ننكر إسهام رودري الذي يعتبر من أفضل لاعبي خط الوسط في العالم، خاصة مع تألقه مع منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا. لكن البعض يرون أن هذا الاختيار قد جاء على حساب فينيسيوس، وبأن إنجاز رودري ربما لم تصل لمستوى التميز الفردي الذي أظهره فينيسيوس مع ريال مدريد. وعندما بدأت هذه الأخبار تتسرب، بدأ الحديث يتوسع، وهنا جاء دور الإعلام ليكشف عن ردود فعل ريال مدريد الغاضبة، حيث اعتبر النادي الملكي أن تجاهل فينيسيوس ليس سوى ظلم بحق اللاعب والفريق. هل تعلمون ماذا يعني هذا؟ إنه إشارة واضحة بأن ريال مدريد قد يشعر بأن هناك اعتبارات غير رياضية أثرت في القرار، مما جعل البعض يتساءل، هل هناك من يحاول إقصاء فينيسيوس لأسباب تتجاوز الأداء على أرض الملعب؟ تصوروا معي المشهد، كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يظهر بوجه متجهم ويصرح بحسرة على هذا القرار، وفي حديثه عبر عن موقفه وأكد أن الفريق سيتجاوز هذه الصفعة، وركز على استعدادهم لاستكمال الموسم بروح قتالية عالية. كما يشير أنشيلوتي إلى أن هذه المواقف ليست غريبة على ريال مدريد، وأن مثل هذه اللحظات قد تشكل حافزا لإعادة البناء واستعادة الهزيمة. ثم يضيف المدرب الإيطالي بحكمة، الكرة الذهبية قد لا تذهب للأفضل دائما، لكنها بالتأكيد تمنحنا فرصة لنثبت للعالم من نحن، وبهذا تتجدد لدى الفريق رغبة قوية في استكمال الموسم بإصرار أكبر. وهنا يأتي السؤال لكم مشاهدينا الأعزاء، هل تعتقدون أن فينيسيوس جونيور كان يستحق الكرة الذهبية هذا العام؟ أم أن رودريغي كان هو الأنسب؟ هل يمكننا القول أن الجوائز الفردية في كرة القدم أحيانا تكون بعيدة عن الأداء الحقيقي وتخضع لاعتبارات أخرى؟ شاركونا أفكاركم، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذا الفيديو. لا تنسوا دعمنا بالإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد من أخبار كرة القدم.